الكيزان اللي في النظام السابق. عيال ترى قسما بالله انتم مسخره، يعني كل حاجاتكم التكلف، بتتكلف بتتصنع حاجه ما حقتك، فدي بتظهرك بوضع ما ظريف. واحد اتنين، احنا قلنا جمعه البرهان في شنو اللي حاصل؟ شنو ناس معانا هنا دائما معانا بيستعجلوا في الافكار، ما معناها قلنا الفكره انت ما استوعبتها ما تيجي راجع لمصدرها. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش تقصد بجمعه البرهان؟ احنا ما بنتكلم، لكن ما تاخذ العنوان وتجري تفرفر. الناس الداير يطبلوا للبرهان، يا اخي دايرين نطبل للبرهان. بتصنع في الطواغيت، قاعدين نصنع في الطواغيت. ما شرحنا لك الحاجه دي. واحد اتنين، جمعه البرهان كانت قبال خطاب حمدوك، يعني كان في سبب ليها. جمعه البرهان الزول مش يتكلم في الامم المتحده، واكيد الاستهداف حق البرهان حيكون في شرعيته، لانه الحرب دي طالت. في اخر مره الناس طلعت في مواكب كانت قبل 4 شهور، الناس نست والعالم نسى، والدليل انه سمحوا انه تلقوا خطاب من حمدوك، معناها فعلا في مشكله شرعيه، فعلا في مشكله انه الناس، هل هي مفوضه القوات المسلحه؟ هل البرهان ده بيتكلم باسم الناس؟ فاحنا دايرين نعمل الحاجه دي. واحد اتنين، واخر كلامي الانصراف انت هي خاصه لك. الراجل بطل، الراجل الصادق. الانصرافي الراجل البطل، الراجل الصادق. ونحن متابعين كلامك في مكانه. ويا برهان كلام الزول ده ما ترميه في المهملات. الانصرافي ده ما ترميه في المهملات. زول صادق واقف مع القوات المسلحه ومع القوات النظاميه بمختلف المسميات. ما تتعامل لنا مع الانتهازين والناس اللي كانوا واقفين ضدك، هسه هيجوك هيقولوا لك جيش واحد شعب واحد، اديهم عين حمراء واديهم الوش الثاني كده. وبنفكركم، بنفكر نفسنا وبنفكر الناس كلها، بنفكركم. واول حاجه بنفكركم بيها الحقيقه الفيديو التاريخي للفنان المحترم عزت ابو عوف. عزت ابو عوف اللي طلع قال لكم بصوت هادي وجميل بلاش 30 يونيو، اتعلموا من اليهود، بلاش 30 يونيو. نسمع بقى صوت عزت ابو عوف اللي كان هادي جدا بدون اي مصلحه غير حب بلده. نسمع كده زرقاء اليمامه او الفنان عزت ابو عوف. انا بقول لكم حاجه دلوقتي، بلاش 30 يونيو. ليه؟ اتعلموا من اليهود. اليهود فضلوا من ايام عبد الناصر بيرسموا على موضوع سد النهضه بتاع اثيوبيا، جم ينفذوه النهارده بعد حوالي 50 سنه. رقد بشويش، استنى، هو فاضل 3 سنين، استنى ال3 سنين دول عشان تبقى الشرعيه معاكم، لكن هتتخانقوا من دلوقتي، هيحصل خناقه جامده قوي 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 بدون داعي، لان هم الصراحه معاهم الشرعيه، وانتم الصراحه لكم حق، او احنا لنا حق في ان احنا بنقول لا كفايه بقى. لو دخلنا في بعض هيحصل خناقه، هيحصل فيها دم كتير قوي. لو استنينا كده ال3 سنين دول هيخلصوا، ربنا يدينا ويديكم طول العمر، ساعتها يبقى لنا كلام تاني. ده رايي، خدوه وحطوا حواليه دايره كده لغايه ما تعرفوا الكلام ده معناه ايه بعدين. بس